عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. عزيزي اهلا بيك في الجزء الثاني من الاكتئاب. في الحلقه الاولانيه او في الجزء الاول اتكلمنا عن الاسباب والتعريف وكمان انواع الاكتئاب والاعراض بتاعته. حلقه النهارده هنتكلم عن التاثير وازاي احمي نفسي من الاكتئاب وكمان طرق العلاج او طرق التعامل مع الاكتئاب. تابع معايا عشان تستفاد اكتر. يعتبر الاكتئاب مش مجرد ان انت بتحس بشويه زعل مؤقت وخلاص، لا ده اكبر من كده بكتير كمان، لانه يعتبر اضطراب نفسي وبيأثر على جميع الجوانب في حياه الانسان، سواء الحياه مثلا الحياه اليوميه او الحياه المهنيه او حتى العلاقات الاجتماعيه. بيأثر الاكتئاب بشكل كبير جدا على الحياه اليوميه لمريض الاكتئاب، لانه ببساطه بيأثر طبعا على علاقاته الاجتماعيه، لانه ساعتها بيبقى عنده مثلا او بيتجه للانعزال عن المجتمع او الناس اللي حواليه، فبالتالي بيبقى عنده صعوبه في ان هو يكون علاقات اجتماعيه. حتى كمان بيأثر على علاقاته الاسريه او حياته الاسريه، لانه ساعتها بيبقى عنده مشكله في ان هو ينفذ او يلبي احتياجات الاسره. وكمان برضو بيأثر على سواء مثلا علاقته في الشغل او مثلا في الدراسه، لانه ساعتها بيواجه مشكله في التركيز او ان هو ينفذ المهمات اللي هي مطلوبه منه. وكمان بالتالي بيكرر مثلا برضه الغياب الكتير، فبالتالي مفيش اي انتاجيه. وبرده كمان بيأثر على حياته الشخصية أو نظافته الشخصية، لأنه ساعتها بيبقى قليل جدا لما يهتم بنظافته الشخصية أو الأكل كمان الصحي. وكمان الاكتئاب بيأثر على الحياة الجسمية لمريض الاكتئاب، لأنه ببساطة برده بيأثر أو بيؤدي مثلا لأمراض مزمنة أو آلام مزمنة زي آلام مثلا الصداع أو الظهر أو المفاصل. وكمان برده بيأثر أو بيؤدي لمشكلة في الجهاز الهضمي، لأن الناس اللي عندهم اكتئاب بيعانوا مشاكل سواء مثلا الإمساك أو الإسهال. وكمان برده بيبقى عندهم مشاكل في النوم، لأنهم هم بيعانوا ساعتها اما من ارق النوم او اللي هو النوم القليل او افراط او زياده في النوم. وكمان برضو بيعانوا من ان هم بيبقى عندهم مشاكل في الجهاز المناعي، وبالتالي ان هم بيزيد فرص ان هم يتصابوا بالامراض الخطيره جدا. وبرضو كمان بيبقى عندهم فرص زياده ان هم يتصابوا بالامراض المزمنه زي مرض السكر او امراض القلب. برافو عليك. طب ايه هي طرق الوقايه والحمايه من الاكتئاب؟ اول حاجه طبعا ان انا لازم اتبع نمط حياه صحي، زي ان انا مثلا امارس رياضه كل يوم بانتظام، لان الرياضه بتاثر على ان انا اقلل التوتر، وكمان بيكون البدني او الجسم او الصحه الجسميه بتاعتي تكون كويس. وكمان برضو ان انا اتناول الاغذيه الصحيه اللي فيها خضار وفيها بروتين، وابعد بشكل كبير جدا عن الاكل اللي هو الضار والاكل اللي هو فاست فود من بره. وكمان برضو ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اقلل من الكافيين والكحول، لانها بتاثر بالسلب بشكل كبير جدا على النوم والحياه الشخصيه بتاعت المريض او ايا كان حياتنا احنا او في العموم. وكمان برضو احاول بقدر الامكان ان انا انام بشكل كافي، ولا انام كتير جدا ولا انام قليل، يعني انام مثلا من حوالي من 5 ل 8 ساعات في اليوم. وتاني طريقه ان انا ابني علاقات كويسه مع اللي حواليا، زي مثلا ان انا اقضي وقت اكبر مع الاصدقاء وكمان عيلتي، لان دول بيعمل زي حاله من الدعم العاطفي اللي يكون كويسه وبتحمي من الوحده. وكمان برضو ان انا اشترك مثلا في هوايه جديده او في نادي او اي جماعات جديده، لان دوت هيساعدني ان انا اكون صداقات جديده. وتالت طريقه ان انا استخدم تقنيات الاسترخاء، زي مثلا الاسترخاء مثلا بالتنفس مثلا العميق او التدليك، او ان انا استخدم ادوات زي اليوجا او التامل، لان الحاجات دي كلها بتقلل التوتر وكمان الضغط بتاعك. وكمان برضو تحدد المهمات المطلوبه وتشوف ايه اولويات بالنسبه لك او ايه اهم حاجه المفروض تعملها عشان تقلل الضغط اللي بيكون موجود عليك. ورابع خطوه ان انا لازم احافظ على الصحه النفسيه بتاعتي بطريقه كويسه، زي مثلا ان انا لو عندي مشكله في ان انا اتحكم في المشاعر بتاعتي، لازم اواجه او اطلب مساعده مثلا من معالج نفسي او حد يساعدني في المشكله دي. وكمان لازم يكون اطور مهارات التاقلم بتاعي، بحيث ان انا اقدر اتكيف مع المواقف الصعبه او اي مشكله بقع فيه. وكمان ان انا اتجنب مقارنه مع حد تاني، يعني ما ينفعش افضل اقارن نفسي باي حد تاني لدرجه ان انا مثلا يوصل لليأس او الاحباط. بعد كده هنبدأ نتكلم عن طرق العلاج المستخدمة مع الاكتئاب. وطبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الطرق دي بنقولها لمجرد العلم بيها وخلاص، مش معنى ذلك ان احنا حد يستخدمها بدون طبعا استشارة سواء المعالج او الطبيب اللي انت بتتعامل معاه. واللي منها مضادات الاكتئاب اللي بتستخدم في ان هي تنظم النقلات العصبيه او الهرمونات او المواد اللي هي بتكون موجوده داخل الدماغ عشان تؤدي في الاخر لتحسين المزاج. وكمان ممكن يستخدم نوعيه الادويه اللي بتكون بتعالج بعض الامراض اللي بتكون مصاحبه للاكتئاب زي القلق او التوتر.
وتاني طريقه هو العلاج النفسي، واللي منها العلاج السلوكي المعرفي اللي بيركز على تغيير الانماط الافكار والسلوك السلبيه اللي بتساهم في نوع حدوث الاكتئاب. وكمان من طرق العلاج النفسي هو العلاج النفسي بين الافراد، والعلاج ده بيستخدم في ان انا اطور مهارات التواصل بين الافراد، وكمان يكون في علاقات اجتماعيه تكون كويسه. وكمان في نوع برضو العلاج النفسي الديناميكي، والعلاج دوت بيستخدم في استكشاف الصراعات الداخليه والخبرات السابقه اللي هي بتسبب الاكتئاب. وبجانب العلاج بالادويه والعلاج النفسي في شويه طرق برضو بتستخدم في العلاج الاكتئاب، ومنها العلاج بالضوء. العلاج بالضوء دوت عباره او بيستخدم في العلاج مثلا الناس اللي هو عندهم اكتئاب الموسمي عن طريق ان هو التعرض للضوء الساطع او الضوء الشديد. وكمان في برضو التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي دوت بيستخدم في ان انا اقلل الاعراض المصاحبه للاكتئاب زي التوتر والقلق. وكمان برضو في الصدمات الكهربائيه، والعلاج دوت بيستخدم في الاكتئاب الشديد. طب العلاج والطرق مختلفة وكتير. طب ايه اللي بيخلي الاخصائي يختار طريقة معينة غير التانية؟ اول حاجة طبعا بتختلف على حسب شدة الاعراض، سواء هي مثلا شدة الاعراض دي كبيرة او صغيرة. وكمان برضو بتختلف على حسب الاسباب الكامنة وراء الاكتئاب، يعني مثلا هل الاسباب دي وراثية او عضوية او غير. وكمان برضو حسب لو مثلا او قصدي الحالة ذات نفسها تستخدم ادوية معينة او مش مناسب ان هي تستخدم ادوية برضو معينة. وكمان برضو في النهاية بيحصل تشاور بين الاخصائي والحالة على حسب العلاج او الطرق المستخدمة. في النهاية بيختاروا نظام معين او برنامج للعلاج بطريقة معينة. وفي النهاية يا عزيزي لو انت ليك تعامل مع حد عنده اكتئاب لازم تبقى عارف كويس ان انت لازم تكون متفهم من الاضطراب والاعراض بتاعته كمان، عشان ما ينفعش ان انت مثلا تلومه او تعاتبه على المشاكل او مثلا التصرفات اللي هو بيعمل. ولازم يبقى عندك صبر برضه كمان. ولازم طبعا انت تقدم له الدعم العاطفي الكافي ان هو يكون متشجع، او كمان ان انت تشجعه ان هو يلتزم بخطة العلاج اللي الاخصائي عاملها. وخليك دايما عارف وتذكر دايما ان انت مش اخصائي عشان تقدر ان انت تصلحه بنفسك. في الاخر لازم تلجأ لاخصائي نفسي عشان يساعدك في الاصلاح. علي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. كده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة الجديدة. دمتم في سلام دايما، سلام.